عمرك سمعت عن اشهر كلمة لا اتقالت في التاريخ؟ طبعا هتقول لي لا. انا بقى جاي النهارده علشان احكي لك اشهر كلمة لا اتقالت في التاريخ. في الفترة اللي سيطر فيها البيض في الولايات المتحدة الامريكية كان بيحصل في الوقت ده تفرقة عنصرية من البيض ضد السود، لدرجة ان ابواب المطاعم كان بيتكتب عليها جملة ممنوع دخول السود. حتى في الحافلات العامة أو الأتوبيسات بمعنى أصح، لو في راجل أبيض ركب الأتوبيس وما لقيش مكان علشان خاطر يقعد فيه، بيبتدي يدور هنا على أي شخص من الأشخاص السود، والقانون هنا بيدي للرجل الأبيض الحق إنه يقوم الشخص الأسود ده من مكانه ويقعد مكانه. بطلة حلقتنا النهارده بقى هي روزا باركس. روزا باركس دي اللي ما يعرفش مننا هي سيدة أمريكية ولكن ذات بشرة سوداء، كانت بتعيش في الولايات المتحدة وبالتحديد في الفترة اللي بنحكي فيها التفرقة العنصرية دي. كالعادة روزا هنا خلصت شغلها بعد يوم شاق جدا في محل الخياطة اللي بتشتغل فيه، راحت موقف الأتوبيسات علشان تركب الأتوبيس اللي هيوديها بيتها. ولما ركبت الأتوبيس في البداية طبعا بما إنه في الموقف فالأتوبيس كان فاضي، فاختارت أقرب كرسي وقعدت فيه. والاتوبيس اتحرك وبعد محطتين 3 ابتدى الاتوبيس يتزحم، ففي راجل ابيض ركب وبيدور على مكان فما لقيش مكان يقعد فيه. طبيعه الحال اتوجه نحو روزا هنا وطلب منها انها تقوم علشان يقعد مكانها، فردت في وشه بكل صراحه وقالت له لا. طبعا هنا الركاب كلهم فضلوا يصرخوا في وشها ويشتموها ويهددوها كمان، وهي برضه مصره على لا انها مش هتقوم، لدرجه ان سواق الاتوبيس وقف الاتوبيس وراح لها بنفسه وطلب منها انها تقوم، وبرضه هي ما زالت مصره على كلمه لا. فطلع بالاتوبيس على مركز الشرطه واتعمل لها هناك محضر واتغرمت $15 سبب انها هنا تعدت على حقوق الرجل الابيض. لكن كلمه لا هنا اللي اتقالت اشعلت الشراره هنا للسود اللي موجودين في الولايات المتحده، لدرجه انه تم حمله مقاطعه لكل المواصلات في الولايات المتحده، وبالتحديد الحمله دي استمرت 381 يوم. بعدها هنا المحاكم في الولايات المتحده اصدرت بعض القوانين اللي بتمنع التفرقه العنصريه. اكتوبر سنه 2005 بتموت روزا باركس هنا عن عمر حوالي 92 سنه، ولكن جثمانها هنا بيدفن في احد مباني الكونجرس اللي ما سبقش قبل كده وحد خد الشرف ده غير 30 شخص بس من سنه 1856. وفي حياه روزا باركس هنا خدت اعلى الاوسمه، ولكنها قبل الاوسمه اللي حصلت عليها دي كلها منحت لنفسها اعلى وسام وهو وسام الحريه، وده كله بفضل كلمه لا.